الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. ذهبت عنا النبوة ولم تبق لنا إلا المبشرات، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المبشرات في هذا الزمان هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. بصراحة ما كانش عندي أي علم عن رؤية الدكتورة هالة سمير إلا بعد هذه التعليقات، فلما استمعت للرؤيا وجدتها فعلا مهمة، وهي في الحقيقة مش مجرد رؤية، هي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة مباشرة موجهة من النبي صلى الله عليه وسلم سواء للدكتورة هالة سمير أو لكل من له أثر في الدعوة، كل من له منبر. نستمع لرؤية الأخت هالة. كان في رؤيتين شفت فيهم حال شهيد من الشهداء، وانا ما اعرفش ان في حد من شهيد يعني من القادة او كده، ما اعرفش مين، لكن انا شفت شكله في الرؤية وكان يعني بدر منور. فشفت الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لي روحي ثبتي فلان. انا ما اعرفش مين فلان ده، بس عارفة شكله لان شفته. فشفت كأن في مجندة من العدو بتضع القادة في القائد دوت الشهيد ده في ماسورة، نص جسمه بس راسه طالع من هنا من فوهة الماسورة دي، وبقيت جسمه طالع من الفوهة التانية، وكأنهم يطخوه هنا القائد دوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي روحي ثبتي. قلت له مات شهيد؟ قال لي لا لسه. فرحت علشان اثبته وشده من الماسورة اللي هم عذبوه فيها ديت، فلقيت المجندة ديت ماسكة طفل، فبقول لها ايه ده المسيح الدجال. فلقيته كأنه طفل وكأن عينه، يعني انا معرفش بيجيلي ليه، حسبي الله ونعم الوكيل، معرفش بيجيلي ليه وبشوفه ليه، وبيبقى يوم ما يعلم بالله ربنا. فكأنها شايلاه، وقلت لها النصر قادم والفئة المؤمنة قادمة وقائد الأمة قادم، وهو اللي هيقتل الغلام الصالح اللي هيقتل المسيح الدجال اللي على ايدك ده. فلا كأنه غضب، عينه طفل، غضب شديد، وكأنه بيبص وعين واحدة كده، وكأن مش عايزة اقول لكم المنظر. فببص على الرسول عليه السلام، فبيشاور لي روحي ثبتي الشهيد. فخدته وقعدته، فكأني ايده لسه بتتحرك. فبقول له النبي عليه السلام وصاني ان انا اجي اثبتك، وان شاء الله ابشر بما عند الله، واكيد انت دلوقتي اكيد شايف ايه. فكأنه في السكرات وبيشوف كده، فبيقول لي هذا ابي شهيد، هذا اخي شهيد، سيد الشهداء، كأنه بيشوف سيد الشهداء. فقلت له حمزة؟ قال الحسين، حبيبي الحسين. فسيد الشهداء اقول له حمزة، يقول لي الحسين. فكأني ببص، راح ابص مطرح عينه وهي بتشوف فين، فرأيت سيدنا حمزة وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن. قلت له شفت؟ وقال لي، فالشهيد بيقول لي انا اعرفك في الدنيا، وكنت بسمع لك المقاطع. قلت له ان شاء الله، وانا ببشرك ان شاء الله نتجمع عند النبي عليه الصلاة والسلام في قصره في الجنة. بص شوف كمان مين، فكان حمزة والحسين والحسن. وبقول له بص شوف مين كمان هو اللي وصاني اجي اثبتك. فلا بص لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على كده. انا ما اعرفش ده مين من القادة. المقاوم الشهيد اللي رأته ولم تعرف من هو ولم تحدد من هو، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، ومع ذلك أنه كان لم يستشهد، يعني كان فيه الروح، قالت أنه بيتحرك، ما زال فيه حياة، ولكن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. هذا يرمز إلى الشعب كله، ويرمز إلى الشعب كله بكل فئاته بكل أطيافه، كل من هو في ضيق وضنك وكرب هذا الاحتلال. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحثها على أن تثبته بالقول، خاصة لو لاحظنا في نهاية المنام قال لها هذا القائد أو الشهيد، قال لها إنه كان بيستمع لها، يستمع لمقاطعها، وإنه يعرفها. يعني هنا الرسالة واضحة، حث من النبي صلى الله عليه وسلم لها ولكل من له منبر وأثر أن يجتهد في النشر، يجتهد في التثبيت، القول، تثبيت هؤلاء، لأنهم وصلوا إلى مرحلة عصيبة،
مرحلة السكرات، وكان في مرحلة السكرات ولكنه ما زالت فيه الروح، ما زالت فيه الحياة، ولكنهم وصلوا لمرحلة عصيبة يحتاجون فيها إلى التثبيت بالقول وبالدعوة وبكل ما استطعنا. لما نظر إلى السماء فقال: هذا أبي شهيد، هذا أخي شهيد. هذا معناه أن كل فئات الشعب تقريبا هم من الشهداء بإذن الله. الرسالة الثانية المهمة وهي رسالة التحذير والتنبيه للأمة كلها، أنها رأت هذه المجندة اللي ترمز طبعا للاحتلال أو للعدو تحمل على يدها طفل رضيع على هيئة المسيح الدجال. هذا الجزء معناه أن هذا العدو وهذا الاحتلال يتحمل متاعب فئة محددة ليصب الفتنة في هذه. أقولها مرة أخرى: هذا العدو، هذا الاحتلال يتحمل متاعب فئة ليصب الفتنة في هذه الأمة، لأن الطفل الصغير أو الطفل الرضيع لا يتربى إلا بالمتاعب. الرؤية أيضا قرينة مهمة توضح لنا هذه الفتنة بالتحديد، وهي أنه لما نظر وقال سيد الشهداء قالت له حمزة. طبعا حمزة هو سيد الشهداء عند أهل السنة، فقال: لا، الحسين، رضي الله عن الحسين، رضي الله عن علي، رضي الله عن جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. تحذير واضح لهذه الأمة من هذه الفتنة، هي فتنة أعظم فتنة في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة، وأن يرينا جميعا في هذا الاحتلال ساعة تثلج بها صدورنا وتطفأ بها نيران قلوبنا، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.